السلام عليكم. نرحبوا بكم برنامج تعلم من بلدك، برنامج اللي يعاون اولادنا ويفيدهم عنهم يستفادوا اكثر ويتعلموا. خليكم معنا. أهلا بكم مع محور جديد وهو الأعداد النسبية. نتابع طبيعة الحال للسنة الأولى متوسط، واللي هي الدرس الثامنة في سلسلة الدروس التدعيمية والتكميلية للموسم الدراسي في مادة الرياضيات السنة الأولى. عندنا الأعداد النسبية زاد. كتذكير في دروسنا الماضية، الأعداد الطبيعية هي أي عدد أنتم جايكم ما هو قريب، كيف 0 1 2 3 4. هذه الأعداد الطبيعية. رمزها في الرياضيات قلنا عنه شنو؟ قلنا عن رمزها في الرياضيات هو الحرف آن. نقيس الأعداد العشرية. الأعداد العشرية شنو؟ هي أي عدد فيه الفاصلة، هذا هو العدد العشري. رمزه في الرياضيات شنو؟ د. ك2.1 5.6 أي عدد فيه الفاصلة معنى أنه راهو عدد عشري. وأي عدد عشري قلنا عنه يتكون من ايش؟ يتكون من جزء صحيح واللي هو قبل الفاصلة والجزء العشري اللي هو يقع بعد الفاصلة. اليوم عندنا أعداد جديدة لأنكم في مرحلة جديدة، مرحلة المتوسط، ومقدمين إن شاء الله على البكالوريا والثانوي وهذا لا بدأ انتوا خلاص عارفين، يعني هاي تعود عندكم كيس زائد والناقص والضرب. الأعداد النسبية زاد. شنو هي الأعداد النسبية زاد؟ انتم أول شيء بدي تعرفوا لا 1 2 3 4. فهم عرفتوا عن خارجين أعداد ينقالوا الأعداد العشرية فيهم الفاصلة. اليوم عندنا طائفة جديدة، والله فئة جديدة من الأعداد في الرياضيات ينقال لها الأعداد النسبية واللي رمزها زاد. شنو هي الأعداد النسبية؟ ليه تعرفوا على الدرس شنو معنى الأعداد النسبية؟ انتم كنتوا تعرفوا عن خارج 0 1 2 3 4 إلى ما نهاية 10 11. يعني هون أعداد تقع على تقع يمين الصفر. الأعداد النسبية شنو هي؟ خارجة أعداد نسبية تقع يسار الصفر. تقع منين؟ بطل الأعداد الطبيعية قلنا، والله الأعداد اللي تعرفوا انتم موجبة هي الأعداد تقع يمين يسار الصفر، بينما الأعداد اللي النسبية تقع يمين الصفر. كان عندنا 1 2 3 4 5 6 10. هذا اللي يعودوا عندنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 6 إلى ما لا نهاية. كيف خارجين أعداد موجبة؟ خارجين أعداد سالبة. ضرب الواحد والاثنين اللي كنتوا انتم تعرفوا 1 2 3 4 هما 1 2 3 4 يقال في الأصل شنو هو؟ زائد 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. هذا هو الترميز في الأعداد النسبية. الصفر هون هو العدد الوحيد اللي موجب وسالب في نفس الوقت. يعني ما نقولوا خارج 0 ناقص ولا خارج 0 زائد بدال. الصفر ذاك يقبض هذا الاتجاه ويقبض هذا الاتجاه. يعني هو العدد الوحيد في الأعداد كاملة في الرياضيات ينتمي لفئتين، ينتمي لفئة الزائد وينتمي لفئة الناقص. ضرب قلنا عنه الواحد هو نفسه زائد 1. معنى أنا كنت تكتب 1 أنا كلاكي باللي كتبت زائد 1. 2 هي نفسها زائد 2. 3 هي زائد 3. 4 هي زائد 4. بينما هون اللي تعود عندنا الأعداد النسبية قلنا الأعداد الناقصة، والله كيف ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. ناقص 1 ما عنده بديل. ناقص 1 إلا ناقص 1 ما عنده مثلا نقول 1. هذا خاطئ لأن الواحد يقبض بلاصته ولا زائد 1. ناقص 1 ما يقبض بلاصته شيء، وناقص 2 ما يقبض بلاصته شيء، وناقص 3 نفس الشيء. هذا كمفهوم أولي عن الأعداد النسبية. راكم عدتوا تعرفوا عن خارجين 3 فئات. خارج شي قالوا العدد الطبيعي، وخارج شي قالوا العدد العشري، وخارج اللي قالوا العدد النسبي. عدتوا تعرفوا راك شنو هما. معنى أن راكم عدتوا تميزوا عن فئة ما هي يعني نقولوا ما هي مثقفة، والله لأنه انتم عدتوا تعرفوا عن خارج الفرق بين الأعداد في الرياضيات وذنها. هذا كمفهوم أولي قلنا في الأعداد النسبية اللي ننتقل إن شاء الله في الدروس القادمة حول المقارنة بين الأعداد النسبية بإذن الله، وكيف التعليم على المستقيم المدرج.